في واحد المنطقة خارج المدار الحضاري بدينبرز في أوكرانيا كيتواجد كل من ميكولا اللي عايش مع مراته ناستيا الحامل. هما زوجين معروفين كأول ناس كيعيشوا بطريقة إيكولوجية في ديك المنطقة. ناستيا رسامة كتعشق النقش على الخشب، وصوبت ميكولا واحد التمثال خشبي. ميكولا عالم رياضيات وفيزياء وكيدرس في المدرسة المحلية، كيمشي كل نهار المدرسة بالدراجة ديالو. قدام دارهم كاين رمز ديال السلام كيمثل مخلب الغراب الأبيض. واحد الأسطورة قديمة على غراب شفق على الناس وجاب لهم الماء والأكل، فالعملية فقد الريش ديالو بسبب انعدام الالكترونيات. ما كيعرفوش الاخبار شنو واقع حتى كيمشي ميكولا لخدمته وكيتفرج في التلفاز. واحد النهار عرف بلي الناس في البلاد كيتعرضوا للقمع، ومتظاهرين في العاصمه الاوكرانيه تقتلوا، وزيد عليه احتمال غزو روسيا للبلاد. ايفان طبيب كيقوم بمضايقه ميكولا لانه كيشوفو غريب وماشي عادي، لكن ميكولا ما عمرو خلى هادشي ياثر فيه حيت كيامن بالسلميه وكيركز على توجيه وارشاد الشباب. في واحد الصباح في طريقو للخدمه شاف جنود واقفين في الطريق، لكن ما عطاش اهميه للموضوع. ملي وصل المدرسه لقاها خاويه، واثناء مشاهده التلفاز عرف السبب ان روسيا بدات الغزو ديال اوكرانيا. بعد مشاهده الاحداث بسرعه كيرجع للمنزل ديالو، ولكن غيلقى مجموعه من الجنود الروس كيضربوا ناستيا. كيتم القبض على ميكولا اثناء محاوله الدفاع على الزوج ديالو. بعد ما تاكدوا الجنود من انهم ماشي جواسيس، الروس قاموا باشعال النار في المنزل. اثناء محاوله ناستيا الرد بمهاجمتهم بالحجاره تم اطلاق النار عليها وقتلوها قبل المغادره. ميكولا مدمر نفسيا وكيحتوج ديالو بينما كيشاهد المنزل ديالو كيحترق. بعد ساعات من الحادثة لقاوه زوج من الأفراد الميليشيا الأوكرانية، وبعد ما تحققوا من الهوية ديالو تأكدوا من أنه مدني غير مسلح، وقاموا بالمساعدة ديالو في دفن ناستيا. وبعد الانتهاء من الدفن مشى معهم القاعدة العسكرية، وقبل المغادرات أكد مصطحب الملك الخشبي كتذكار أخير من ناستيا. المسؤولين في القاعدة غير سعداء بتواجد شخص غريب، لكن ميكولا قنعهم بالرغبة في الانضمام ديالو للجيش لطرد الروس. بعد الموافقة بدا ميكولا دورة تدريبية مكثفة لتعلم استخدام الأسلحة، إلا أن تفكيك وتجميعها كان صعيب عليه واللي يستنزف من القوة الجسدية ديالو، مما أثار سخرية الرؤساء. بالرغم من ذلك استمر في التدريب لأوقات متأخرة من الليل، وهو محافظ على التمثال الخشبي بالقرب منه واللي كيزيد يذكرو بالهدف ديالو، وهو انتقام للزوجة ديالو ناستيا. بعد انتهاء من تدريب اليوم الأول حاول ميكولا يخوض الاستراحة. بعد بضعة أسابيع تم إخبار المتدربين أن الجيش بحاجة للقناصة. تطوع ميكولا فورا رغم السخرية اللي تلقاها من المتدربين اللي معه. في محاولة إحباط ميكولا من طرف متدربين اخرين، الا انه بقى مصر على الطلب ديالو، وهو مغمض العينين بشريط غيكون اول درس تطبيقي اللي هو محاوله تفكيك كل اجزاء السلاح ديالو في ظرف زمني محدد. الامر اللي فاجئ باقي المتدربين. بدا التدريب النظري بسهوله بفضل خبره ميكولا في الرياضيات والفيزياء، بين التفوق ديالو في الحسابات المعقده، وكان ممتاز في البقاء ثابت اثناء التدريبات. ولكن واجه صعوبه في اطلاق النار العملي لان السلاح اللي عطاو كان غير مناسب للقنص. وبعد المحاوله الفاشله الثالثه في اصابه الهدف في وضعية مختلفة ومن مسافة قريبة تم تغيير السلاح الأول بسلاح آخر في انتظار تحقيق نتائج أفضل تحت إشراف مجموعة من المسؤولين. ميكولا وسط مجموعة من المتدربين في انتظار آخر اختبار مصيري ليه يحدد الاستمرار أو العزل ديالو. وفي لحظة انتظار مليئة بالتوتر وفي وقت متأخر من الليل وسط تدريبات مكثفة، ميكولا كينتظر الدور ديالو. ميكولا كينجح في الاختبار عوض إطلاق النار مباشرة بعد ضوء الصاروخ. كيستغل الضوء لحساب المسافة، كيقوم بإطلاق النار في الظلام وكيتمكن من إصابة الهدف في المنتصف بدقة، وهو إنجاز ما سبقش لأي متدرب تحقيقه. بفضل ذلك كيتمكن ميكولا من التخرج بأعلى الدرجات وكيتم تعيينه في وحدة من الدرجة الأولى. أول مهمة ليه فريق ميكولا كيتكلف بتحرير نقطة تفتيش استراتيجية تمت السيطرة عليها من قبل الروس. كيتم تسلل الفريق بنجاح وتمكن تعيين كل هدف لكل قناص. أثناء الاستعداد لإطلاق النار كان خاصهم يوقفوا الخطة مؤقتا بسبب وصول سيارة مدنية لنقطة تفتيش. الجنود الروس كيقوموا بإجبار الزوجين المدنيين بالخروج من السيارة وتم سحب جوازات السفر ديالهم. أثناء مطالبة الرجل باستعادة الأغراض ديالهم الجنود كيقوموا بضربهم بعنف. فريق ميكولا كيلاحظ الأحداث وكيهاجم بسرعة وبنجاح المهمة. تم مقتل جميع الجنود الروس بما في ذلك الجندي اللي حاول احتجاز المرأة كرهينة. بعد إنهاء العملية كيعلق الفريق العالم الأوكراني لاستعادة السيطرة على نقطة التفتيش. بعد العودة للقاعدة العسكرية كيقرر ميكولا زيارة المدرسة القديمة اللي كان كيشتغل بها. كيلقاها مهجورة وعامرة بالغبار، الأمر اللي جعلو جد متأثر. في اليوم التالي كيرجع الفريق الآخر للقاعدة. ميكولا كتوصلوا أخبار غير سارة، أحد الأصدقاء ديالو تم قتلو على يد قناص روسي. في المهمة الموالية
أوكرانيا فريق ميكولا كيقوم بتمويب استعمال العشب بعد ما قاموا بوضع متفجرات على الأشجار أثناء ظهور الجنود الروس. كيف ما هو متوقع في التقارير، ميكولا كيتردد في إطلاق النار أثناء رؤية إيفان الطالب اللي كان كيقوم بالمضايقة ديالو سابقا في المدرسة. وفي حديث ثنائي وباقتراب الجنود الروس كيأمر القائد بإطلاق النار وكيستهدف ميكولا المتفجرات اللي أدى لمقتل جميع الجنود بما فيهم إيفان. أثناء توضيح ميكولا للقبطان الأحداث كيقول له بأن إيفان شخصيا هو اللي خدا القرار. أثناء فترة الاستراحة ميكولا والقبطان كيواصلوا الحديث ديالهم على الذكريات. القبطان كيوريه صورة للعائلة وكيقول لميكولا على الاتفاق ديالو مع الزوجة بعدم إخبار الأبناء بطبيعة العمل، بينما ميكولا كيوريه التمثال الخشبي وكيشرح له الرمزية ديالو بالنسبة لعائلته. بعد أيام القوات الأوكرانية كتاخذ مواقعها في الخنادق على الحدود استعدادا للغزو روسي محتمل. أثناء اقتراب الجنود الروس من الحدود الأوكرانية ميكولا والتمثال الخشبي المرافق ليه كيساعد المهمة، لكن كيفقد الهدوء ديالو مجرد شاف الجندي اللي قتل الزوجة ديالو بالقوات الروسية. بعد تحديد الهدف كيطلب ميكولا بشكل متواصل الإذن بإطلاق النار، لكن القبطان كيرفض لأن الروس ماشي في الموقع المناسب. ميكولا مقدرش يصبر وكيقوم بإطلاق النار على الجندي المستهدف، الأمر اللي يمكن الروس من اكتشاف الموقع ديال الأوكرانيين. كيقوم على الفور قناص روسي بقتل القبطان. تحت نيران الروس كيضطر ميكولا لسحب جثة القبطان عبر الميدان محاولا تفادي الرصاص والقنابل. بعد ساعات واثناء عودة ميكولا للقاعدة العسكرية الرئيس ديالو كيوعدو بإجراء تحقيق لمعرفة القناص اللي استهدف القبطان ديالو، وبعد الوصول ليه غيتصلوا بميكولا. في نفس الوقت ميكولا كيحس بالذنب وكيقرر مواصلة عملية الاستهداف بشكل منفرد للتعويض على الخطأ ديالو. المهارات ديالو في الاستهداف في تطور وتمكن من إسقاط مجموعة من الجنود الروس ولكن بدون حماية، إلا أنه كيعرض نفسه للخطر والأمر اللي أدى به في النهاية بإصابة برصاصة في الدين من طرف أحد الجنود الروس. كيمشي ميكولا لمخبأ سري وكياخذ بعض الوقت للتعافي ومشاهدة الأخبار للحصول على تحديث بشأن الوضع السياسي والمفاوضات مع روسيا، لكن الاستراحة ديالو كتنقطع بسبب مكالمة هاتفية كيتضح أن الجيش عرف مكان القناص اللي قتل القبطان. لهذا ميكولا كيتوجب عليه الالتحاق في أقرب وقت. قبل بدء المهمة كيتم إخبار الجنود بجميع المعلومات اللي تم الحصول عليها. القناص المحترف ساري الرصاصات ديالو واسعة النطاق واللي تمكن من قتل 5 قناصة أوكرانيين و3 مدفعي الرشاشات. رغم كل الإصابات على الأقل تمكنوا من تحديد مكان ساري، وبما أنهم ما يقدروش ملء المكان بالألغام بسبب وجود مخزن الكلور في المصنع الكيميائي مكان اختباء الروس، ولكن تم التوصل لخطة بديلة. القناص الأوكرانيين غيقوموا باستهداف أكبر عدد ممكن من الجنود الروس لتسهيل عملية تسلل ميكولا للداخل لمواجهة ساري وجها لوجه. أثناء بداية مهمة جميع القناصة كيتاخذوا المواقع ديالهم في انتظار دخول ميكولا المبنى الخلفي، وأول شخص غيتلاقى معه هو الجندي اللي هاجم المنزل ديالو. ومازال كيتذكر ميكولا كيقتلو برصاصة موجهة للرأس. أعطى ميكولا الأصدقاء في الفريق الضوء الأخضر للهجوم، الأمر اللي دفع جميع القناصة الأوكرانيين لإطلاق النار وفي نفس الوقت إدارة عملية تمشيط المنطقة دون إثارة انتباه. تم استهداف جميع القناصة الروس وتبقى منهم 2 فقط بما فيهم المسمى ساري. أثناء تحققهم لباقي الجنود لقوهم مقتولين جميع، بينما استغل ميكولا الفرصة للدخول لعمق المبنى دون ما يلاحظوا حتى شي واحد. كيستدعي ساري الدعم وكيرسل الجندي الآخر المراقبة. قبل العودة للمكان ديالو كيتفاجأ برؤية تمثال خشبي. ميكولا كيفاجئو بطعنة في العنق، بينما الجندي الآخر كيوقع ضحية قنبلة يدوية. كيوصل الدعم اللي طلب ساري للمنطقة، لذلك كيستخدم ميكولا الراديو ديالو لإخبار الجنود الجدد أنهم غيأديو ثمن الأفعال ديالهم. بمجرد توقف الشاحنة الروسية الجنود الأوكرانيين كيقوموا بإطلاق النار عليهم وكيتم القضاء على جميع الأهداف في ثواني معدودة. بعد ما انتقم ميكولا للزوجة والصديق ديالو القبطان قرر ياخذ فترة راحة والعودة للمنزل زيارة قبر ناصية والتأكد من إصلاح الصليب. قدر ما افتقد المنزل ديالو ما يمكنش البقاء أكثر بسبب مازال عنده عمليات عسكرية كيتوجب عليه القيام بها من أجل البلاد ديالو، لذلك غيولي يقوم بعمليات فردية. بهذه اللحظات المثيرة والأكثر تشويق غادي نكون وصلنا لنهاية الحلقة. ما تنساوش إلى عجبكم المحتوى ديروا لايك سبسكرايب وكومون، شاركونا بالآراء ديالكم في التعليقات.